ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ سنة تانية اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا غاليين، احنا الوحدة دي احنا خلاص كده بدأنا في الوحدة التانية، خلصنا الوحدة الأولى ودخلنا على الوحدة التانية. في الوحدة دي هنتكلم عن الحضارات القديمة في قارة آسيا وعلاقتها بمصر. ايه الحضارات اللي قامت او كانت موجودة في قارة آسيا، وايه علاقتها الحضارات دي بمصر. اول درس عندنا بنتكلم عن نماذج للحضارات القديمة بالشرق الأدنى. يعني ايه الشرق الادنى؟ يعني الشرق اللي قريب لينا. هوضح لكم الكلام ده على الايه، على الخريطه. بعد كده هناخد نماذج لحضارات بلاد اليمن القديم، وبعد كده هناخد نماذج للحضارات القديمه بالشرق الاوسط والحضاره الاسلاميه، ودي الدروس اللي عندنا في الوحده الثانيه. فبصوا عندنا هنا لما نلاقي قاره اسيا قدامنا بالمنظر ده، فكان الاول بيتقال عليها الشرق. تمام، قاره اسيا كانت بالنسبه لاوروبا الشرق. فالشرق اللي هنا كده، الحته اللي الناحيه دي او الحضارات اللي قامت هنا في الجزء ده، بنقول عليها حضارات الشرق القريب. بس احنا ما بنقولهاش القريب، بنقولها الايه، الادنى. طب الحضارات اللي قامت بعيد دي، زي مثلا حضاره الصين، بنقول عليها الشرق الايه، الاقصى، اللي هو بعيد. تمام، والاوسط اللي في النص. فدول اللي احنا هناخدهم، يعني عشان بس خدوا بالكم ان في تانية اعدادي بيلعب معاكم كتير قوي على الكلمات والمرادف بتاعها او المعنى بتاعها. لو فهمتوا معنى الكلام هتلاقي الدنيا سهله. فالشرق الادنى اللي هو الشرق اللي قريب مننا، اللي هو الجزء اللي عندنا دول. عندنا حضاره بلاد العراق، وعندنا حضاره فينيقيا والحضاره الاسلاميه، وعندنا حضاره بلاد الايه، اليمن. تمام، مع بعض كده هنبدأ بأول حضارة عندنا في حضارات الشرق الأدنى، اللي هو الشرق اللي قريب لنا. بس في نبذة هنا سريعا كده بنقول: نشأت على أرض قارة آسيا عدة حضارات قديمة. يعني كان في حضارات كتير قامت في قارة آسيا، والحضارات دي كلها قديمة. الحضارات دي يعني ناس عملت تقدم وتطور في وقت ما كانش فيه تقدم وتطور. المهم ان الحضارات القديمة دي ساهمت في تشكيل التاريخ الإنساني، يعني كان ليها دور كبير في التاريخ، زيها زي الحضارة المصرية القديمة، وقدموا للبشرية إنجازات في كل المجالات. نبدأ بقى يلا بالحضارة الأولى عندنا. بس قبل ما نبدأ بيها بنقول عوامل قيام الحضارات القديمة في قارة آسيا. يعني إيه الأسباب اللي خلت يبقى في حضارات عندنا في قارة آسيا؟ أول حاجة بقول موقع معظم الحضارات القديمة. ماله موقعها؟ لو بصيتوا هتلاقي ان معظم الحضارات القديمة كان عندها انهار. فعشان كده بقول في معظم الحضارات القديمة في قارة اسيا ارتبطت بتوافر المياه العذبة والتربة الخصبة. يعني في انهار يبقى في مياه عذبة وكمان تربة خصبة. طيب النتائج المترتبة على ان في مياه عذبة وتربة خصبة، على طول احنا عارفين ان بتقوم حرفة اسمها حرفة الزراعة، وكمان بتزدهر. خد بالك، مادام في مياه عذبة وتربة خصبة، يبقى في انسان هيشتغل في حرفة الزراعة. طب لما الانسان يشتغل في الزراعة هيستقر، ولما يستقر هيبدأ يعمل ايه؟ حضارة، يعني يبدأ يعمل تقدم وتطور زي ما احنا حافظين في الحضارة المصرية القديمة بتاعتنا. طيب رقم 2، يبقى اول حاجة موقع معظم الحضارات القديمة في اسيا كان مرتبط بتوافر المياه العذبة والتربة الخصبة. النتائج المترتبة على ده: ساعد على قيام الزراعة وازدهارها. يعني عملوا حرفة الزراعة، بقى عندهم اكلهم، فاستقروا وقدروا يعملوا ايه؟ حضارة. اما بعد كده بنقول التضاريس المتنوعة. التضاريس دي اللي هي جبال، هضاب، بحار، صحراء، كان ليها دور مهم جدا في حاجتين. رقم 1، التضاريس اللي حوالين القارات دي كلها، او اللي حوالين سوري الحضارات دي كلها كان ليها دور في حماية هذه الحضارات من الغزو الخارجي. يعني لما اجي الاقي دولة مثلا حواليها هنا بحر وهنا صحراء وهنا مثلا بحر كمان، وهنا جبال، فبقول ان التضاريس دي ساعدت على ايه؟ حمت هذه الحضارات من الغزو الايه، من الغزو الخارجي، يعني من اي احتلال خارجي ممكن يجي يحتل البلد دي. رقم 2، وفرت المواد الطبيعية اللازمة. انا لو حواليا بحر، فباخد منه مثلا دلوقتي مصادر طاقة، باخد منه معادن، كان زمان بيساهم في التجارة. طب لو عندنا نهر، قلنا عندنا نهر او ميه عذبه وتربه خصبه في زراعه. طب لو عندنا صحراء بنطلع منها معادن. فكل الحاجات دي بنقول عليها وفرت المواد بنقول عليها وفرت الموارد الطبيعيه اللازمه ايه، اللازمه لها. سامحوني لان كتير انا هكح في الفيديو، لان انا كحه اصلا مسكاني، وده اللي خلاني اخرت عليكم في عمل الفيديو. بس يعني ان شاء الله ربنا يكملها بستره. يبقى تاني بنقول التضاريس المتنوعه كان لها دور مهم في حاجتين: حمت هذه الحضارات او حمايه هذه الحضارات من الغزو الخارجي، وكمان وفرت الموارد الطبيعيه اللازمه لها. يعني كل
نوع من التضاريس زي الجبال او الصحراء او الانهار او الحاجات، كل مظاهر سطح الارض ليها اهمية وليها فايدة احنا بناخدها منها. رقم 3 اعتدال المناخ. المناخ معتدل، ومادام المناخ معتدل يبقى ده هيساعدني على استقرار السكان، مش هيتنقلوا، مش هيتحركوا من مكانهم، جو كويس، يصحوا يشوفوا بقى الموارد الطبيعية اللي ربنا اداها لهم ويستغلوها ويشتغلوا ويعملوا في الاخر حضارة. يبقى تاني عندي العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارات القديمة في قارة اسيا 3 عوامل: موقع معظم الحضارات القديمة، حيث كلها أو أغلبها مرتبط بتوافر المياه العذبة والتربة الخصبة. من النتائج المترتبة على ده بقول ساعد على قيام الزراعة وازدهارها. كمان التضاريس المتنوعة كان ليها دور مهم في حاجتين، والسؤال ده مهم هتلاقوه عندكم في الواجب. ليها دور في إن هي في حماية هذه الحضارات من الغزو الخارجي، وكمان توفير الموارد اللازمة لها. رقم 3 اعتدال المناخ. لما المناخ يكون كويس الناس هتستقر وتقوم وتشتغل وتستغل كل الموارد المتاحة اللي ربنا مديها لها. دي العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارات في قارة في قارة آسيا. نبدأ بالحضارات اللي عندنا ونقول حضارات بلاد العراق القديم. حضارات يعني جمع حضارة، يبقى أنا ما قامتش عندي في العراق حضارة واحدة. أنا عندي في مصر كان في حضارة واحدة اللي هي الحضارة المصرية القديمة، إنما هنا بنقول حضارات يعني مش حضارة واحدة. فتعد حضارات بلاد العراق القديم إحدى أقدم الحضارات اللي ظهرت في قارة آسيا. من أقدم الحضارات اللي كانت موجودة أو ظهرت في آسيا هي حضارات بلاد العراق القديم. تمام. نشأت فين؟ نشأت في السهول الفيضية، يعني الأراضي الخصبة الواقعة بين نهري دجلة والفرات. يبقى نشأت فين؟ مكان نشأت حضارات بلاد العراق القديم هقول في السهول الفيضية الخصبة الواقعة بين نهري دجلة والفرات. ماشي. ما النتائج المترتبة على ان الحضارات دي نشأت في وسط السهول الفيضية اللي هي واقعة ما بين نهري دجلة والفرات، لذا سميت بحضارات بلاد الرافدين. والرافدين دول اللي هم النهرين دجلة والفرات. استفاد كمان سكانها من هذين النهرين في الزراعة. عندهم نهر، يعني عندهم مياه عذبة وعندهم تربة خصبة اللي هم النهرين دجلة والفرات. كمان الأنهار بنستخدمها في حاجة تانية، التجارة، وبنستخدمها في نقل البضائع. يبقى الأنهار دي جعلت أو خلت يتسمى الحضارات اللي موجودة في بلاد العراق بحضارات بلاد الرافدين أو بلاد ما بين النهرين، نفس كلهم المسميات واحد اللي هم ما بين نهري دجلة والفرات. والأنهار اللي موجودة دي استفاد سكانها في الزراعة والتجارة وكمان في نقل البضائع بين مدن بلاد الرافدين، يعني بين المدن اللي موجودة في بلاد العراق وكمان البلاد او المناطق المجاورة ليهم في شمال سوريا. يعني الانهار اهي مشيت فيها التجارة وكمان ساعدتهم في الزراعة، والتجارة بتاعتهم خرجت كمان راحت لسوريا. اول حضارة عندنا بقى الحضارة السومرية. الحضارة السومرية اللي انشأها او اللي عملها ناس اسمهم السومريين. السومريين دول من اوائل الشعوب اللي سكنت جنوب بلاد العراق، يعني من اوائل الناس اللي سكنت في العراق كانوا السومريين. تمام. سكنوا فين؟ على ضفاف نهر الفرات. قدامكم الخريطة اهو، اللي على اليمين ده دجلة واللي على الشمال الفرات. احنا بنقول دجلة وبعد كده بنقول الفرات. فهم سكنوا فين؟ سكنوا على ضفاف نهر الفرات. أسسوا عدة مدن، وكانت كل مدينة من المدن دي عملوا مدن كتير هنا في الجزء ده، وكل مدينة منهم كانت بمثابة دويلة لوحدها، يعني دولة مستقلة. دولة كلمة دويلة دي اللي هي دولة بس صغيرة، مساحتها صغيرة. فكل مدينة منهم كانت بمثابة دويلة مستقلة، ليها الحاكم بتاعها، ليها المعبود، ليها القوانين، دولة مستقلة. فبقول ان اول ناس سكنت في جنوب بلاد العراق كانوا السومريين على ضفاف نهر الفرات. أسسوا عدة مدن، وكل مدينة كانت بمثابة دويلة لوحدها، ليها الحاكم بتاعها وليها معبودها وليها كمان القوانين الخاصة بيها. احنا كل ما هنتكلم عن حضارة، انا قلت لكم هتكتبوا في الكتاب عندكم ان احنا نتكلم عن 3 حاجات. تمام. هنتكلم عن موقعها اللي هو مكانها فين، وهنتكلم عن العاصمة، وكمان هنتكلم عن أشهر ملوكها. فأول حاجة موقعها قلنا مدينة
السومريين سكنوا على نهر الفرات في جنوب بلاد العراق، وكانوا بمثابة دول مستقلة، يعني كل دولة مستقلة لوحدها. تمام. طب العاصمة بتاعتها ايه؟ اتخذوا مدينة اور. على فكرة انتوا ممكن في بعض المدارس تسمعوا المدرسين بتقول عليها اور، الاتنين مفيش اي مشكلة، المهم ان احنا نكتبها صح. فاتخذوا مدينة ايه؟ مدينة اور عاصمة لهم. فين اور؟ اهي. يبقى السومريين اتخذوا مدينة اور عاصمة لهم. وكل حضارة بعد كده هناخد بقى اسامي سهلة، يعني هناخد العواصم بتاعتهم اسامي سهلة. يبقى اتخذوا من مدينة اور عاصمة لهم. اشهر الملوك عندي اور نمو. اور ايه؟ نمو. ده اشهر ملك في الحضارة السومرية. طب اشهر ملك ليه؟ الراجل ده اول ملك يعمل قوانين مدونة. يعني ايه قوانين مدونة؟ يعني قوانين مكتوبة في بلاد العراق. خلاص. يبقى انا في الحضارة السومرية عايزة اعرف هم سكنوا فين. هم من اوائل الشعوب اللي سكنت جنوب بلاد العراق. جم منين؟ ملناش دعوة. على ضفاف نهر الفرات. أسسوا مدن كتير، كل مدينة كانت بمثابة دويلة مستقلة لوحدها، ليها حاكم، ليها معبود، ليها قوانين خاصة بيها. العاصمة اور. أشهر الملوك اور نمو. وزي ما قلت لكم اور نمو ده أول ملك في بلاد العراق يعمل قوانين مدونة، يعني قوانين مكتوبة. الحضارة اللي بعدها اسمها الحضارة الأكادية. الحضارة الأكادية نشأت فين؟ دول بقى هنعرف هم هاجروا منين. هاجر الأكاديون من شبه الجزيرة العربية. يبقى الأكاديون جايين منين؟ من شبه الجزيرة العربية. طب السومريين قلنا ملناش دعوة. الأكاديون جايين من شبه الجزيرة العربية، استقروا في وسط بلاد العراق. في وسط بلاد العراق، يعني السومريين استقروا في جنوب بلاد العراق خاصة على نهر الفرات. إنما الأكاديين وفضلوا او قعدوا في وسط بلاد الايه؟ في وسط بلاد العراق، وتمكنوا في عهد الملك سرجون الاول. يبقى ده اشهر الملوك. الملك مين؟ سرجون الاول. دي صورة اور نمو. تمكنوا في عهد الملك سرجون الاول من ايه بقى؟ من ان هم يسيطروا على المدن السومرية المتنازعة. ما انا لما اقول هنا ان السومريين كان عندهم او كانوا عبارة عن مدن، كل مدينة تعتبر دويلة مع نفسها أو دولة مع نفسها، ليها حاكم، ليها معبود، ليها جيش كمان خاص بيها وقوانينها. فالمدن دي كانت بتتخانق مع بعض. فلما جه سرجون الأول الأكادي أو اللي هو من الحضارة الأكادية، قدر يسيطر على المدن السومرية المتنازعة، ونجح في انه يوحدها، وبذلك هتتأسس اول مملكة موحدة في بلاد العراق. يبقى الاول قبل ما يجي الاكاديون وقبل ما يجي سرجون الاول كانت العراق ايه اللي فيها؟ كان فيها ناس اسمهم السومريون. عاملين ايه؟ عاملين شوية مدن، عبارة عن مدن كل مدينة منهم دولة لوحدها، ليها حاكم ومعبود وقوانين وجيش مع نفسها، وبيتخانقوا مع بعض لحد ما جه الأكاديون جولهم من شبه الجزيرة العربية، استقروا وسط بلاد العراق، وقدروا ان هم يقضوا في عهد الملك سرجون الأول، يسيطروا على المدن السومرية المتنازعة، ويأسسوا أول مملكة موحدة في بلاد في بلاد العراق. زي ما قلت لكم بقى اسم العاصمة هيكون، العواصم اللي جاية اسم العاصمة من اسم الحضارة. الحضارة الأكادية عاصمتها أكاد. أشهر الملوك احنا لسه قايلين الملك سرجون الأول. الراجل ده مشهور في ايه؟ استطاع السيطرة على المدن السومرية المتنازعة ونجح في انه يوحدها، وبذلك قدر يأسس أول مملكة موحدة في بلاد العراق. مملكة يعني دولة كبيرة حاكمها بنقول عليه ملك، ولما يموت ابنه يمسك، ولما يموت ابنه يمسك، وهكذا. تمام؟ دي بنقول عليها مملكة. الحضارة الثالثة الحضارة البابلية الأولى. انت عندك حضارتين بابلية، انتوا في سنة تانية اعدادي هتدرسوا البابلية الأولى، انما البابلية الثانية مش عليكم. طيب استقر البابليون دول فين؟ في وسط بلاد العراق. مع مين؟ يبقى كده انا عندي 2 في وسط بلاد العراق، الأكاديون والبابليون. العاصمة بتاعتهم قلنا العواصم بقى من هنا ورايح هتبقى على اسم الحضارة. مدينة بابل.
نبص عليها على الخريطة، يبقى أنا عندي هم بابل في وسط العراق اللي هم البابليون، دي الحضارة الثالثة. تمام. أشهر الملوك عندهم حمورابي. أشهر الملوك حمورابي. عمل إيه حمورابي دي أو إيه سبب شهرته؟ أنشأ إمبراطورية كبيرة، توسع جدا، خلى الإمبراطورية كبيرة، وحط مجموعة من القوانين اللي كانت مهمة جدا 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 في حضارات بلاد العراق، عرفت باسم تشريعات حمورابي اللي هي اتعملت باسمه. يبقى تاني لحد دلوقتي خدت اور نموم، ده اشهر ملوك الحضاره السومريه. عمل ايه؟ عمل قوانين مدونه، وده هنتكلم عليه كمان شويه. ثم بعد كده الحضاره الاكاديه كان فيها سرجون الاول. عمل ايه؟ قضى على المدن السومريه او قدر يسيطر على المدن السومريه المتنازعه، ونجح في توحيدها، واسس اول مملكه موحده ببلاد العراق. طب الملك الثالث اللي هنتكلم عنه حمورابي، عمل حاجتين: انشأ امبراطورية واسعة، وحط مجموعة من القوانين عرفت باسم تشريعات ايه؟ حمورابي. خش على الحضارة الرابعة والأخيرة عندنا في بلاد العراق، وهي الحضارة الآشورية. استقر الآشوريين فين؟ في شمال بلاد العراق. يعني أنا عندي السومريون في الجنوب، الأكاديون في الوسط، البابليون هم كمان في الوسط، أما الآشوريون فين؟ في الشمال. تمام. يبقى في 2 في الوسط، الآشوريين في الشمال والسومريين في الايه؟ في الجنوب. العاصمة بتاعتهم أشور على اسم الحضارة بتاعتهم. أشهر ملوكها ملك اسمه سرجون الثاني. ملك اسمه ايه؟ سرجون الثاني. طب الراجل ده اشتهر بإيه؟ اشتهر بمجهوداته الحربية، يعني كان راجل حربي قوي جدا. طيب الاشوريين دول كان عندهم عيب. ايه هو العيب؟ اتبعوا سياسه اسمها سياسه العنف ضد الشعوب اللي احتلوها. اي مكان احتلوها او اي مكان احتلوه كانوا بيتعاملوا مع الناس بعنف وقسوه وضرب وبهدله وشتيمه وقله قيمه. طب ايه النتائج المترتبه على الكلام ده؟ هقول لك: ادى ذلك الى حدوث ثورات متكرره اضعفت دوله الحضاره الاشوريه او الدوله الاشوريه. فدلوقتي بيجيني سؤال مهم جدا بيقول لي: بما تفسر سقوط الدولة الآشورية، ايه السبب في سقوطها؟ بقول بسبب اتباع الآشوريين سياسة العنف ضد الشعوب اللي احتلوها. طب ايه النتائج المترتبة على اتباع الآشوريين سياسة العنف ضد الشعوب اللي احتلوها؟ مما أدى إلى حدوث ثورات متكررة أضعفت دولتهم وأدت لسقوط الدولة الايه؟ الآشورية. كده الأربع دول هنحفظ زي ما قلت لكم، هنحفظ المكان بتاع الحضاره، هنحفظ العاصمه، وهنحفظ اشهر الملوك والملك ده مشهور ليه. تمام. لو في حاجه ملخبطاكوا عيدوا الجزء ده ان شاء الله يعني يتثبت معاكم. بعد كده هنتكلم عن ملامح حضارات بلاد العراق. بقول مظاهر الحضارات اللي كانت موجوده في بلاد العراق القديم. انا هتكلم عن 6 حاجات: الحياة السياسية يعني نظام الحكم، الحياة الدينية كانوا بيعبدوا ايه وازاي، الحياة الاجتماعية نتكلم عن المجتمع، الحياة الاقتصادية هتكلم عن 3 حاجات: زراعة وصناعة وتجارة، الحياة الفكرية والعلمية يعني أفكارهم والعلوم اللي هم كانوا بارعين فيها، العمارة والفنون، المباني والحاجات اللي تركوها. يلا بينا نبدأ نتكلم عن الحياة السياسية. هنبدأ نتكلم عن نظام الحكم. قلنا لما كان نظام الحكم كان نظام ملكيا وراثيا. طب بدأ امتى الكلام ده؟ بدأ امتى انه يبقى ملكي؟ لما جه الأكاديون اللي هم قضوا على السومريون. تمام. فبقول نظام الحكم كان ملكيا وراثيا، يعني ملك لما يموت ابنه يورث وهكذا. ماشي. قبلها بقى بنقول عرفت بلاد العراق نظام دولة المدينة. ده أيام مين ده؟ أيام السومريون، حيث كانت كل مدينة مستقلة وليها حاكم، وقلنا ليها جيش وليها معبود. فكان الحاكم ده بيجمع في ايده سلطتين: السياسية والدينية. يعني هو حاكم الناس سياسيا، هو الحاكم بتاع البلد. دينيا هو كمان يعتبر بالنسبة لهم كانوا بيعاملوه على انه اله، زي المصريين القدماء ما كانوا بيعملوا بالظبط. يبقى نظام الحكم في حضارات بلاد العراق كان ملكيا وراثيا. وقبلها كان عارفه نظام دولة المدينة اللي قضى عليه مين؟ اللي قضى عليه الأكاديون. تمام، أو الأكاديين. فبقول توحيدها لأول مرة حصل إمتى؟
أصبح للعراق حكومة مركزية لما تم توحيدها على يد الأكاديين وخصوصا على يد سرجون الأول. نيجي نتكلم عن الحياة الدينية. الحياة الدينية آمن سكان بلاد العراق بفكرة تعدد المعبودات، كان عندهم آلهة كتير زي اللي كان عندنا في مصر برضو أيام الفراعنة، حيث قدسوا قوى الطبيعة، يعني بيعبدوا الشمس، بيعبدوا النهر. طبعا ما عندهمش نهر النيل، هم عندهم نهرين دجلة والفرات، فهم بيعبدوا القوة اللي ورا الشمس. الشمس دي بتدينا كل يوم الحرارة، بتدينا النهار، بنصحى نعيش بنشتغل بنعمل كل حاجة، فهم بيعبدوا القوة اللي وراها. النهر بيدينا المية، محدش يقدر يعيش من غير المية، وهكذا. تمام. فبقول امنوا بفكرة تعدد المعبودات، دلل على الكلام ده حيث قدسوا قوى الايه الطبيعة. اعتقدوا كمان في حاجة كان بيعتقد فيها المصريين القدماء، وهي البعث والخلود. البعث اللي هو ان احنا هنصحى مرة اخرى، طب الخلود هنعيش حياة ابدية لا يموت بعدها، يعني هنعيش على طول. طب ايه الدليل على ان هم اعتقدوا في البعث والخلود؟ بيجي لي سؤال بيقول لي دلل. اعتقد العراقيون او سكان بلاد العراق في البعث والخلود. هقول له حيث وضعوا الطعام والشراب في قبور موتاهم. اهم الالهه العراقيه كان عندهم الهه اسمها عشتار، ودي اهم معبوداتهم. وعشتار دي على فكره واحده ست، وزي ما قلت لكم في الحصه هي الهه الحب والحرب عند العراقيين. تمام. بقى خلاص كده الحقيقة الدينية زي ما قلنا امنوا بفكرة تعدد المعبودات، دلل حيث قدسوا قوى الطبيعة، كانوا بيعبدوا قوى الطبيعة، الحاجات الطبيعية اللي حواليهم. اعتقدوا في البعث والخلود، دلل برضو حيث وضعوا الطعام والشراب في قبور موتاهم. اهم الالهة العراقية الهة اسمها عشتار، اشهر المعبودات اللي كانت عندهم. هدخل بعد كده الحياة الاجتماعية. فبقول انا هتكلم عن حاجتين في الحياة الاجتماعية في المجتمع: الاسرة وطبقات المجتمع. الأسرة هي كانت نواة النظام الاجتماعي، ودي بتيجي في أكمل على فكرة. يقول لك إيه اللي كانت النواة، يعني البذرة بتاعة النظام الاجتماعي أو بداية النظام الاجتماعي. الأسرة، ما أول حاجة بتتكون الأسرة، فالأسرة هي كانت البداية. عندي طبقات المجتمع. بيقول لي انقسم المجتمع لعدة طبقات. يا حزني احنا هناخد لعدة طبقات؟ لا، احنا هناخد الطبقة اللي على رأس بس الهرم السكاني، فاللي هي بنقول عليها الطبقة العليا. كانت مكونة من الملك ورجال الحكم اللي بيحكموا مع الملك، وكمان معاهم الكهنة. بس دي الطبقة الوحيدة اللي احنا هناخدها في طبقات المجتمع. يبقى انقسم المجتمع هناك لعدة طبقات، اكتر من طبقة، هناخد راسها بس ما نرجع بأي حاجة تاني. رأس الطبقة العليا او الطبقة العليا اللي كانت على رأس المجتمع فيها الملك ورجال الحكم والكهنة. كمان بنقول ان الكاتب، اللي الناس اللي بتعرف تقرا وتكتب، تمتعوا بمكانة اجتماعية مرموقة، يعني مكانة عالية جدا زي مكانة الكاتب اللي كانت عندنا في مصر. ومع نمو المجتمع ظهرت الحاجة إلى قوانين عشان تنظم العلاقات والتعاملات بين الناس. لما الناس بدأت أعدادها تزيد فاحتاجوا القوانين تنظم العلاقات ما بينهم. فقد صدر أول قانون مدون، يعني قانون مكتوب، في العصر السومري أيام الملك أورنمو، وده اللي احنا قلناه واحنا بنتكلم عن الدولة السومرية. القانون اللي وضعه الملك أورنمو ليه أهمية كبيرة. كان مهم في إيه؟ بما تفسر. هقول لك اهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الضعفاء وتنظيم المعاملات التجارية. يبقى القانون اللي وضعه أورنمو مهم في 3 حاجات: تحقيق العدالة الاجتماعية، يعني نحقق العدل في المجتمع. حماية الضعفاء، ما هو القانون أصلا معمول عشان يحمي الضعفاء من الأقوياء. وينظم كمان المعاملات التجارية، يمنع الغش ما بين الناس، يمنع السرقة، الكلام ده كله. يبقى القانون اللي وضعه أورنمو اهتم ب3 حاجات: تحقيق العدالة الاجتماعية، حماية الضعفاء، وتنظيم المعاملات التجارية. وثم ظهرت بعد كده عدة قوانين، منها تشريعات حمورابي اللي نظمت مختلف جوانب الحياة، كما كفلت حقوق المرأة. يعني أنا عندي دلوقتي قانونين هم اللي هنتكلم عنهم. القوانين اللي عملها أورنمو مهتمة ب3 حاجات: تحقيق العدالة الاجتماعية، حماية الضعفاء، وتنظيم المعاملات التجارية. أما قوانين حمورابي اللي هي اتسمت بتشريعات حمورابي، نظمت بقى كل جوانب الحياة، وأهم حاجة كفلت حقوق المرأة، يعني اهتمت كمان بالمرأة. ندخل بعد كده على الحياة الاقتصادية. والاقتصاد قلنا هنتكلم عن الزراعة زائد الصناعة، وكمان التجارة. فبقول قامت حضارة بلاد العراق
اصلا على الزراعة. ليه؟ بسبب توافر المياه العذبة والتربة الخصبة. عندهم نهرين، اللي على اليمين اسمه ايه؟ دجلة، واللي على الشمال اسمه الفرات. اهتم سكان بلاد الرافدين بتنظيم شؤون الزراعة والري. ايه الحاجات اللي عملوها عشان يطوروا الزراعة عندهم؟ اقاموا السدود، وطوروا ادوات حرث الارض، وبذر البذور. يعني ادي الحاجات الدليل على ان هم اهتموا بتنظيم شؤون الزراعة. ممكن تيجي احسن كمان من بما تفسر، تيجي في صيغة دلل. اديني الدليل على الكلام ده. هقول لك اقاموا السدود، طوروا ادوات حرث الارض، وبذروا البذور. وكمان تنوعت عندهم المحاصيل الزراعية، كان عندهم اشكال كتير قوي، منها القمح والشعير. كان عندهم قمح وكان عندهم شعير. كمان عرفوا زراعة النخيل، يعني كان عندهم نخيل. دي كانت الزراعة. لو عشان ما نطولش في الفيديو اكتر من كده، لو في حاجة فايتاك عيدها تاني. نخش على الصناعة. برعوا في صناعة الخزف. ايه هو الخزف؟ هو الفخار اللي احنا عارفينه، كلكم عارفينه، وبيحطوا عليه مادة بتلمع كده ويبدأوا يزغرفوه، فبعد كده بنقول عليه اسمه ايه؟ خزف. كمان برعوا في صناعة الأدوات المنزلية اللي استخدموها في البيوت بتاعتهم، واستخدموا المعادن زي النحاس والذهب والفضة والبرونز. طيب استخدموهم في ايه؟ صنعوا منهم الأدوات بتاعتهم، زي الأدوات الزراعية، الحاجات اللي بيستخدموها في الزراعة، الحلي، الاكسسوارات بتاعت السيدات، الأسلحة وغيرها. كل دي حاجات عملوها من المعادن. أما بقى التجارة، فبقول أقاموا علاقات تجارية واسعة، يعني علاقات تجارية كبيرة جدا مع أكتر من دولة. مين؟ مع بلاد الهند، مع بلاد فارس أو الفرس اللي هي إيران دلوقتي، ومع مصر، ومع بلاد الشام. يبقى بلاد العراق عملوا، أو بلاد العراق عملوا تجارة، علاقات تجارية واسعة جدا، بيع وشراء مع أكتر من دولة. الهند، بلاد الهند، بلاد فارس اللي هي إيران، ومصر، وبلاد الشام. كمان اعتمدوا على نظام المقايدة. يعني ايه مقايدة؟ يعني خد وهات، مفيش فلوس. في تديني سلعة اديك سلعة، تديني حاجة اديك حاجة، في التبادل التجاري. يبقى النظام اللي كان عندهم في الاول الايه؟ نظام المقايضة. ثم بعد كده عملوا عملة، والعملة دي صنعوها من الذهب او من الفضة، وقالوا عليها النقود المعدنية اللي هي العملة بتاعتهم. اما الحياة الفكرية والعلمية فهنتكلم فيها عن الكتابة وعن العلوم اللي كانت عندهم. الكتابة، اخترعوا كتابة اسمها المسمارية. الكتابة المسمارية دي اللي اخترعها قريبة من اسم مين؟ انتوا رديتوا قلتوا لي السومريون. اللي بخترع الكتابة السومرية دي كانوا السومريون. ليها أهمية كبيرة. أي كتابة يا حبايبي بتساعد الناس، أو عملوها عشان يسجلوا أحداثهم وأخبارهم ويكتبوا كل حاجة هم عملوها. طب الكتابة المسمارية دي هي عبارة عن رموز تشبه رؤوس المسامير، شبه المسامير كده من فوق، شبه المسمار. كان في صورة ليها، انا ما نزلتهاش، سامحوني، هنزلها لكم على الجروب ان شاء الله، او هوريها لكم الحصه الجايه، شبه المسمار من فوق كده. المهم هي رموز تشبه رؤوس المسامير، كانت بتكتب باستخدام اداه خشبيه، معاهم اداه خشبيه كده بيكتبوا بيها. الاداه دي مدببه شبه القلم، بيكتبوا بيها على الالواح من الطين وتنشف بعد كده. تمام. فالكتابه ساعدتهم على تدوين الأحداث ونقلها عبر الأجيال. يعني هم كتبوا الأحداث والحاجات اللي كانوا بيعملوها عشان الأجيال اللي بعدهم تقراها وتعرف هم كانوا بيعملوا ايه. وبنقول ان هم تركوا إرثا أدبيا متنوعا، يعني سابوا أعمال أدبية كتير زي الأساطير دي اللي هي القصص الخيالية، وقصص عادية وشعر وحاجات كتير. أما العلوم، برع العراقيون القدماء في العديد من العلوم زي الطب، الهندسة، الحساب، الفلك. واهم حاجة في علم الفلك ان هم عرفوا يرصدوا النجوم والكواكب، يعني شافوا او تابعوا النجوم والكواكب، ووضعوا تقويما شمسيا وتقويما قمريا. كلها حاجات شبه اللي كان المصريين القدماء زي ما قلت لكم عاملينها. العمارة والفنون دي اخر حاجة هنتكلم عنها، بعد كده نشوف التواصل اللي كان بينهم وبين مصر. فبقول بلغ الفن في حضارات بلاد العراق درجة عالية، يعني الفنون عندهم كانت درجتها عالية جدا من حيث الرقي والتنوع. أنواع كتيرة من الفن
وظهر الفن بتاعهم في التماثيل اللي عملوها او الاختام بتاعتهم، والاختام دي كان موجود عندنا منها في مصر على فكرة. وكمان منحوتات جدارية، يعني عملوا نحتوا حاجات على الجدران، وبنوا قصور وبنوا بوابات وبنوا معابد وبنوا اسوار وبنوا مباني. فكل الحاجات دي ظهر الفن بتاعهم فيها، عملوا حاجات عظيمة جدا وشكلها حلو جدا. طب العمارة شيدوا حاجة اسمها الذاكورات، اهي الذاكورات اللي قدامنا في الصورة دي مالها بقى؟ بنقول شيدوها بما تفسر ايه الهدف منها؟ لإقامة الشعائر الدينية، يعني عشان يعملوا فيها الشعائر الدينية بتاعتهم اللي هي العبادة. بما تفسر الذاكورات دي عملوها ليه؟ عشان يعملوا فيها الشعائر الدينية، يعني يعبدوا الآلهة بتاعتهم. وتتويج الملك، لما يكون الملك هيمسك الحكم بيعملوا له حفلة كبيرة في الذاكورات دي. كمان كانت مكانا لتلقي العلم، يعني اللي عايز يروح يتعلم بيروح يتعلم ايه فيها. يبقى الذاكورات دي كانت مهمة في 3 حاجات: إقامة الشعائر الدينية، وتتويج الملك، ومكانا لتلقي العلم. ايه هي الذاكورة؟ هي عبارة عن هرم مدرج بيبنى عليه من فوق معبد من الطوب الطيني بالشكل اللي قدامكم ده. اما النحت، نحتوا كتير من التماثيل بدقة ومهارة عالية، زي تمثال الثور المجنح، ثور وليه جناحات، وطبعا الوش بتاعه وش الايه؟ الملك. التواصل الحضاري بين مصر وبلاد العراق كان بيننا تواصل، فبقول أسهمت العلاقات التجارية بين الحضارتين في تعميق التبادل الثقافي بينهم. يعني العلاقات التجارية اللي هو البيع والشراء ساهم في ان احنا يبقى مادام بنبيع ونشتري مع بعض تعاملنا مع بعض، فانتقلت الثقافات بتاعتنا ما بيننا وما بينهم. ومن مظاهر التواصل دي الحاجات الأدلة اللي هنقولها دي، اتأثروا بينا في فكرة تعدد المعبودات زي ما كان عندنا. طبعا دي صورة للهرم المدرج اللي هم عملوا شبهه، بس حطوا فوق منه بنوا فوق منه بعمل اللي هي الذاكورة. المهم بقول هنا تأثرت حضارة بلاد العراق بمصر دل في أكتر من حاجة. رقم 1 في فكرة تعدد المعبودات، كان عندهم تعدد معبودات، والدليل على ده ان هم عبدوا قوى الطبيعة. كمان الاعتقاد في البعث والخلود، ده كان عندنا في مصر. نقلوا زينا صناعة الخزف والزخارف والزخرفة بتاعته، وكمان بنوا الذاكورات على شكل الايه؟ الهرم المدرج. احنا بقى اتأثرنا بيهم في ايه؟ عملنا نحتنا الحيوانات المجنحة، عملنا حيوانات مجنحة زيهم، وعبادة المعبودة الإلهة بتاعتهم عشتار، واستخدمنا الأختام اللي هم كانوا بيعملوها. حتى هنلاقي كتير منها في مصر، يعني عثر على كتير من الأختام دي في مصر في أكتر من مكان، اللي هي الأختام الايه؟ العراقية. دي كانت الجزء اللي احنا خدناه في الحصة اللي فاتت، ان شاء الله ذاكروه. وزي ما قلت لكم انا هنزل على الجروب بتاعكم بعض الاسئله المقاليه اللي هي بالمتفسر ودلل وما النتائج والحاجات دي كلها، عشان تبسط معاكم الدنيا. ان شاء الله كل يجي يقفل الامتحان اللي جاي اشوفكم على خير يا رب سنه تانية. لو حد وقف معاه حاجه ابعتولي في اي وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.